اهلا بيكم. معكم محمد السيد في FPL درافت. اولا ما ينفعش نبدا كلامنا من غير ما نترحم على شهداء فلسطين. تاني حاجه هنقولها ان والله احنا يعز علينا ان احنا نتكلم عن الكوره وعن لعبه في وقت زي ده، يعني خصوصا كل اللي بنشوفه حوالينا ده في فلسطين والناس اللي بتستشهد دي، وخصوصا ان بنتكلم عن الكوره في الدوري الانجليزي اللي هو جزء من بريطانيا، اللي هي اكبر داعم للكيان الصهيوني، حكومتها وشعبها. ف ولو كان الموقف في ماتشات الدوري ان هو يبقى ليهم دعم اكبر من كده من خلال ماتشات الدوري، زي ما شفنا في قضايا كتير عندهم احنا مش متفقين معاها، كان يبقى الموقف بالنسبة لنا اصعب من كده. وكان هتبقى المقاطعة في الوقت ده هي احسن حل ممكن نفكر فيه. بس شكرا للعيبة اللي هم قدروا يثبتوا ان الموضوع مش مرتبط على وجهة نظر واحدة، لا في اكتر من وجهة نظر. وزي ما في ناس شايفة ان ده مظلوم، او هو ده اللي غلطان، ده الطرف المذنب، ففي ناس كتير شايفة ان الطرف التاني برضو مذنب، وان في ناس داعمة ليه، وان في ناس كتير مظلومة. ودي المفروض ان هي مهمة كل شخص عربي او كل سيلبرتي من الناس المشهورة العرب، ان هم يوصلوا للناس اللي بره وجهة نظرنا ويعرفوهم القضية الفلسطينية بالظبط كانت عبارة عن ايه، والموضوع ابتدى ازاي، وان الناس دي هي اللي مظلومة وهي اللي ارضها متاخدة منها، وهي اللي محتاجة ان حد يدافع عنها ويوصل صوتهم للناس اللي بره كلها علشان كله يعرف القضية بالظبط من اول. هنبتدي نتكلم دلوقتي عن الكورة، وبعد اتكلمنا احنا اول مرة اللي فاتت عن افضل حلول في خط الهجوم لو بتفكر تعمل وايلد كارد الاسبوع ده. خلصنا كلام عن الهجوم وكلامنا دلوقتي عن اللعيبة اللي في نص الملعب. اول لعيب هنتكلم عنه هو صلاح، لعيب الكورة يعني، اللي هو برضو صلاح بالنسبة لي مجرد لعيب كورة. الناس كانت اخده قدوة، الشباب كانوا واخدينه قدوة، على امل ان هو يوصل صوتهم، على امل ان هو يكون الحاجة اللي بتمثل الناس دي. بس بصراحة انا حاسس ان صلاح خذلني وخذل ناس كتير، وان هو فضل اولويات تانية بالنسبة لمستقبله وبالنسبة لحياته عن ان هو يدافع عن القضية الفلسطينية وان هو يدافع عن الناس دي وان هو يوصل صوتهم. وحتى البيان اللي كتبه كان بيان تحس ان هو طالع من ناس في الامم المتحدة، اللي هو كلام فض مجالس ان احنا ندعو لنبذ العنف، وكأن العنف ده هو فعل بيرتكب لوحده، ما فيش ما فيش اشخاص مسؤولة عنه. يعني لو العنف بيتعمل فمين اللي بيعمل العنف ده؟ مين السبب فيه؟ مين اللي ابتداه؟ مين اللي دخل ارض ناس وعاش فيها واستوطنها وقتل الناس دي بدون وجه حق؟ فبصراحة انا بالنسبة لي صلاح مجرد لعيب كورة، ولا اكتر ولا اقل. واحد بيلبس شورت وينزل يجري في الملعب يلعب 90 دقيقة، فاضل له في الكورة 3 او 4 او 5 او 10 سنين هيخلصهم، وبعد كده هيبقى انسان عادي جدا ملوش اي مواقف بطولية تذكر بالنسبة لي انا على الاقل. خلاص خلصت كلام في الموضوع دوت، وشايف ان مفيش حاجة تانية فيها تفيد، لان كل واحد ليه رأيه وكل واحد مقتنع برأيه. بس في قضية اكبر تهمنا كلنا حاليا دلوقتي. صلاح من احسن الحلول اللي ممكن تعتمد عليها الفتره اللي جايه في نص الملعب، خصوصا ان صلاح ما طلعش بلانك غير اسبوع واحد في ماتشات الدوري لحد دلوقتي. الراجل كان متالق وبشده. الماتش الوحيد اللي طلع بلانك هو ماتش توتنهام، والماتش ده كان ظروفه صعبه على الليفر، طردين وجون اتلغى، حتى الجون ده كان صلاح هو اللي عامله. فالراجل هو الليدر بتاع هجوم الليفر، هو التارجت مان، هو اللي بيعمل الكور، هو اللي مع ضربات الجزاء، الاسيستات. هو بصراحه وفورمته كويسه السيزون ده، حتى لو مستوى الفرقه في ماتشات ما بقاش كانش كويس، فصلاح هو اللي بيقدر يطلع بيهم لفوق وهو اللي بيقدر يتقدم بالفرقه. آه، المشجع في الموضوع ده ان ماتشات الليفر اللي جايه سهله كمان، فتقدر تعتمد على صلاح كويس. فالماتشات السهله دي يقدر يتالق فيها. الليفر بيلعب حلو وبيبقى شكل الفرقه كويس قصاد الفرق اللي دفاعها مفتوح، اللي مش متمكتله ورا.
كمان مشكلة في موضوع صلاح 12.5، فيعتبر عالي بالنسبة للبادجت بتاع التشكيلة. انت لو جبت صلاح هولاند في التشكيلة فانت الموضوع ده هيأثر عليك في مراكز كتيرة جدا. فاحنا هنكمل كلامنا دلوقتي وقلنا ان انت لو عايز تستغنى عن حد فيهم فممكن هنقول لناس بديلة في مكان صلاح او مكان هالاند. بس انا بالنسبه لي انا شايف ان الفتره اللي جايه او الاربع خمس ماتشات اللي جايين ممكن صلاح يكون اهم من هالاند، خصوصا ان ماتشات السيتي اصعب، ماتشات الليفر سهله، وفورمة صلاح الفترة دي كمان أحسن من هالاند بكتير. بعد ما خلصنا كلام على صلاح نتكلم عن الراجل اللي هو بصراحة انفورم بشكل رهيب حاليا، هو سون. سون الوينج حاجة وسون المهاجم قلنا حاجة تانية خالص. سون كمهاجم حل فتاك. توتنهام عندها ماتشات سهلة، عندها فولهام، كريستال بالاس، وبعد كده عندهم تشيلسي بمستواها ده، وبعد كده وولفيز. في 4 ماتشات لتوتنهام تعتبر كويسة نسبيا، تقدر فيهم تعتمد على سون الفترة دي. الراجل برضو ما يقلش عن أهمية صلاح بالنسبة لتوتنهام. مستوى الفرقة ككل توتنهام من أحسن الفرق اللي بتلعب كرة في إنجلترا السنة دي. الفريق مع المدرب الجديد إنجي ليه سيستم، ليه طريقة لعب معينة، وباين جدا كثافة الفرقة والقوة اللي بيهاجموا بيها. ودي من الحاجات اللي خلت مستوى سوني يبان ان هو كويس قوي الفترة دي. لعيب الشهر هو سون، وده دليل ان الراجل اداؤه كان كويس جدا. سون 9.5 حاليا. شايف برضو ان من الناس اللي مهم جدا تبقى موجودة عندك الفترة اللي جاية. لو الفلوس اللي معاك ما تسمحش ان انت يبقى عندك سون في التشكيلة حاليا، فممكن تجيب حد من آه، نص ملعب توتنهام وهو ماديسون. ماديسون ممكن يكون احسن كفر لسون في الوقت دوت لو الفلوس اللي معاك مش هتكفي ان انت تجيبه ويبقى عندك سون في التشكيله. ماديسون برضو من الناس اللي هجوم توتنهام معتمد عليهم بشكل كبير جدا. الراجل معاه كورنرات، معاه الفاولات، حركيته في الملعب اكتف جدا، بيلعب في مناطق متقدمه، بيقدر ان هو يشارك في صناعه اللعب، وصناعه لعب توتنهام كلها تعتبر معتمد عليه بشكل كبير جدا. فسون لو مش هتقدر يبقى عندك في التشكيله فممكن يبقى ماديسون. ممكن لو عايز تعمل دبل من نص ملعب توتنهام الاتنين يبقوا موجودين عندك. فورم توتنهام ومستوى اللاعبين يسمح ان ده يحصل ويبقوا الاتنين عندك في التشكيله. ماتش لوتن بالنسبه لتوتنهام كان ليه ظروف خاصه برضو بره ملعبهم، وفي كمان ان الطرد اللي جه بدري هو اللي خلى الماتش يكركب من توتنهام ويكسبوا 1-0 بس كان ممكن يبقى الماتش ليه ظروف تانية خالص لو ما كانش حصل ده في الاول. نتكلم دلوقتي عن حل كمان موجود في نص الملعب وهو ساكا. ساكا حاليا ب8.5. اعتقد ان ساكا رجع من الاصابه، هيبقى جاهز ان هو يلعب في ماتشات ارسنال اللي جايه. ارسنال عندها تشيلسي ونيوكاسل، بعد كده عندها ران ماتشات سهله كويسه جدا ممكن تعتمد فيها على ساكا بشكل كبير. غير كده كمان ان ارسنال دلوقتي اول في الدوري، فهيحاول ان هو يلم نقط في الفتره دي، خصوصا ان احنا داخلين على البوكسنج دي وزحمه الماتشات. وارتيتا احنا كده عرفنا ان الراجل الروتيشن بالنسبه له يعني قليل قوي، ما بيغيرش في التشكيله. وساكا بالنسبه له مهم جدا. الراجل كان بقاله 3 اسابيع مصاب وبيلعب بالعافيه وبيستغيث ومش قادر يكمل، وارتيتا كان بيبتدي بيه كل ماتش وكان بيلعب بيه وبيدوس عليه رغم اصابته. فشايف ان ساكا مهم جدا برضو. شايف برضو ان اوديجارد مهم. يعني لو اتكلم عن اوديجارد برضو من الناس اللي هجوم ارسنال بيعتمد عليهم بشكل كبير. بس 8.5 اوديجارد و8.5 ساكا. لو بتفكر ما بين الاتنين انا شايف ساكا كفته ارجح، خصوصا ان الراجل معاه ضربات الجزاء. يعني ساكا ساب لاوديجارد ضربتين جزاء السنه دي، لو كان ساكا هو اللي جابهم كان الموضوع هيفرق معاه في النقط اكتر، كان ممكن يبقى اكتر لعيب جايب نقط السيزون ده لحد دلوقتي. آه اوديجارد في صناعه اللعب ما نقدرش نستغنى، يعني ما نقدرش ما نذكرش دوره. الراجل صنع اكتر من جون في ماتشات كتير الارسنال بيبقى صعبه، هو اللي بيقدر يفك الدفاعات، هو اللي بيقدر يعمل اسيستات، هو اللي بيقدر يوصل الفرقه للجون. مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نتكلم عن اوديجارد كاوبشن انت بتفكر تحطه عندك في التشكيله. بس انا بالنسبه لي ساكا في الفتره دي افضل. حل اخر من حلول نص الملعب وهو جيرارد بوين. بوين حاليا ب7.3. وست هام ابتدى السيزون بماتشات صعبه، مش كلنا شفنا تكنيك الفرقه في اللعب الماتشات الصعبه قصاد فرق قويه، بيتكتل ورا، بيلعب على الكور المرتدات والتحولات الهجوميه، وده اظهر امكانيات بوين بشكل كبير، خصوصا ان الراجل يعني طريقه لعبه متفصله على الكلام دوت.
تألق في ماتشات تقيلة، وفي الماتشات السهلة قدر ان هو برضو يثبت ان هو من اهم الناس في هجوم وست هام. والفرقة السنة دي مستواها كويس احسن من السيزون اللي فات بكتير، فشايف ان بوين من الناس اللي ممكن تعتمد عليها. ماتشات وست هام اللي جايه كمان سهله، اسهل من الماتشات اللي عدت عليهم. في تريكايه حصلت الماتش اللي فات لما انطونيو كان موقوف، ان بون هو اللي لعب مهاجم وقدوس هو اللي لعب على الجنب اليمين اللي بون كان بيلعب فيه على طول. فبون كمهاجم عمل اداء كويس جدا في الماتش ده. ممكن نشوف الموضوع ده بيحصل كتير خصوصا في الماتشات السهله، وان انطونيو مهاجم يعتبر محدود على قده في المهارات وكده، وان ميزته كلها في السرعه وقصاد الفرق القوية. لما بيلعب على الهجمات المرتدة بيبقى أنطوني مهم في الماتشات دي. بس في ماتشات كتير ممكن بون يبقى هو أهم ويبقى هو المهاجم، ولو الموضوع ده حصل هنشوف نقط أكتر من بون وجوان أكتر منه ومساهمات هجومية أكتر من اللي احنا متعودين عليها منه. هنتكلم دلوقتي كمان عن ديابي حاليا ب6 و7. الراجل في نص ملعب أستون فيلا من أحسن اللعيبة السنة دي في الدوري عموما. مستوى استون فيلا ابتدى يعلى والفرقه ابتدت تفوق بشكل كبير وتلم نقط وبيعملوا ماتشات كويسه جدا. ديابي من اهم اللعيبه في الفرقه. سعره برضو يخليك ان هو مفيش خساره ان ديابي يبقى عندك في التشكيله، لا بالعكس، الراجل قوته ما تقلش اهميه عن واتكنز بالنسبه لاستون فيلا. ممكن تجيب ديابي والسعر بتاعه مش هيخليك تفكر كتير قبل ما تجيبه، لان ممكن ساعتها، لان 6 و7 مش هيخسروا كتير في البادجت بتاع تشكيلتك. نفس الكلام بالنسبة لميتوما. ماتشات برايتون اللي جاية صعبة، بس بمجرد ما بيخلص شهر 10 ماتشات برايتون اللي بعدها كلها سهلة جدا. شهر نوفمبر كله 4 ماتشات سهلة جدا لبرايتون: فولهام، ايفرتون، شيفيلد، نوتنجهام فورست. هي دي ماتشات برايتون اللي هتلعب في شهر 11. عارفين قوة برايتون الهجومية عاملة ازاي، عارفين تأثير ميتوما على الفرقة دي عامل ازاي. الفترة الحالية استوبينيان مصاب. استوبينيان كان بيشارك مع ميتوما في اللعب الهجومي بشكل كبير وكان بيقوي الجبهة دي، بس كان دفاعيا ضعيف شوية. دلوقتي طارق لامبتي هو اللي هيلعب باك شمال تحت ميتوما، وده كويس دفاعيا. اعتقد ان هو ممكن يريح ميتوما ويساعد ميتوما في المساهمات الهجومية بشكل اكبر، ان ميتوما يبقى تركيزه اكبر في هجوميا. وممكن الموضوع يفرق جدا مع برايتون في الماتشات اللي جايه، ويفرق جدا مع ميتوما ويجيب نقط اكتر من اللي هو معودنا عليها. وخصوصا برضو ان 6 و6 سعر ميتوما، يعني مش الناس البريميوم، من الناس اللي هي مش من الناس اللي لو جبتها في التشكيله ما عندك هتخل بمراكز تانية. لا، الراجل ممكن يبقى موجود في نص الملعب وسعره مش عالي بالنسبه للعيبه تانية كتير ونسبة تألقه أعلى. هنتكلم دلوقتي عن ناس رخيصة ممكن تعتمد عليها وممكن ما تعتمدش عليها، الأمر متروك ليك. بس الناس دي أنا حاططها حسب الفورم بتاعتها، وهو بيدرو نيتو. بيدرو نيتو الفورم بتاعته كويسة جدا الفترة دي، سعره 5 و7. من الناس الرخيصة اللي ممكن تعتمد عليها في نص الملعب. طريقة لعب وولفز كلها معتمدة على بيدرو نيتو، هو اللي بيعمل التحولات الهجومية كلها للفرقة، هو اللي بينقل الفرقة الناحية التانية. أي أهداف وولفز هتجيبها هيبقى أكيد نيتو هو مشارك وعامل مساهمه هجوميه فيها. نفس الكلام عندي بالنسبه لجوردن نيوكاسل. الراجل ما لعبش الماتش اللي فات عشان كان موقوف بعد ما خد 5 انذارات، بس وجود جوردن ممكن يبقى من الحاجات المهمه. برضو نص ملعب مش غالي ممكن تعتمد عليه، وبالاخص ان مستوى نيوكاسل كويس وفورمتهم كويسه، وجوردن ذات نفسه مستواه اتحسن جدا الفتره اللي فاتت مع نيوكاسل. بس ده كان كلامنا عن لعيبه نص الملعب. هنتكلم في فيديو تاني عن المدافعين، ونشوف ايه افضل الاختيارات في الدفاع وفي حراسة المرمى. وبس كده، دي كانت كل حاجة وشكرا.